ليه وارن بافيت محتفظ باكتر من 325 مليار دولار كاش سائلين تحت ايديه؟ المبلغ ده يا اخواننا اكبر من الاحتياط النقدي اللي بتحتفظ بيه شركات ضخمه في مجال التك زي ابل ومايكروسوفت وانفيديا. واحد بخبره وارن بافيت اكتر من 60 سنه خبره في مجال الاستثمار يخليك انت تسال نفسك ليه محتفظ بالمبلغ ده؟ مين هو وارن بافيت؟ ده مستثمر اسطوري، ممكن تسيرش وتسال عنه من هو وارن بافيت هتعرف وتلاقي كلام كتير عنه. صاحب شركه اسمها بيركشاير هاثواي، دي شركه استثمارات. الفلوس اللي في الشركه دي اللي هي تعتبر فلوسه هو زي ما بقول لكم 325 مليار دولار ويمكن اكتر من كده كمان. وده مبلغ لما تيجي تقارنه بالمبلغ اللي محتفظه بيه شركه ابل ولا شركه انفيديا ولا شركه مايكروسوفت، ودي شركات عملاقه في مجال التك، هو مبلغ اكبر من اللي هم محتفظين بيه بكتير. او ايه اللي بيخلي وارن بافيت واحد من الناس القليله في مجال الاستثمار في العالم بيقول ان الاستثمار الصح بيتم اتخاذ القرارات فيه في اوقات الازمات مش في الاوقات العاديه زي اللي احنا فيها دلوقتي. ايه اللي مخليه محتفظ بالمبلغ ده؟ هل هو شاكك في حاجه ممكن تحصل قدام ولا ايه؟ خلينا نشوف مع بعض. وارن بافيت صاحب جملة شهيرة جدا بيقول فيها ما تشتريش أي حاجة إلا لو كانت بسعر مغري جدا، يعني مش عليها خصم زي ما احنا بنشوف دايما، لا. وعشان كده في الوقت الحالي اللي الناس بتجري فيه تشتري أسهم بأعداد مهولة، هو شايف إن الأفضل إن هو يحتفظ بفلوس كاش وينتظر فرص أفضل، لأن هو كده بشكل ضمني هو مش مقتنع بأي فرصة موجودة في السوق دلوقتي. زمان في الأزمة بتاعت 2008 كان وقتها وارن بافيت هو اللي طالع كسبان من الأزمة دي. ليه؟ لأنه هو كان جاهز بسيولة كبيرة وجاهز بفلوس كبيرة، دخل في وقت الأزمة دي اشترى أسهم شركات عملاقة أو شركات قوية جدا بأسعار زاهدة وقتها يعني. وبعد ما الأزمة عدت على خير والدنيا مشيت تاني قدام، حقق مكاسب رهيبة جدا. وعمل نفس السيناريو في 2001 بعد انفجار فقاعة الدوت كوم، برضه انتظر واشترى بسعر كويس وطلع لقدام بعد ما الأزمة عدت. وهنا يا اخوانا وارن بافيت بيعمل أو ماشي بمبدأ حلو جدا جدا، وهو الحيطة. الاقتصاد العالمي حاليا والظروف الاقتصادية عالميا مليانة عدم يقين، محدش عارف بكرة ممكن يكون في ايه. علشان كده بدل ما هو يخاطر بالكاش اللي معاه والفلوس اللي معاه او يخاطر بشراء او بيع اسهم، بيفضل في الاوقات اللي زي كده انه يحتفظ باكبر قدر ممكن من السيوله معاه كاش، علشان السيوله الكتيره دي بتديله المرونه وقت ما هو يبقى متاكد كويس جدا جدا ان في سهم معين سعره كويس جدا، وده وقت الشراء بالنسبه له، يدخل يشتري بكل الفلوس اللي معاه. ممكن 325 مليار دولار يا اخواننا يقدر يشتري بيهم اللي هو عايزه، فيبقى عنده مرونه. لكن لو حصلت الازمه ولقي سعر كويس وهو اصلا شاري اسهم، هيبدا يدخل بقى في الديليما بتاعت يبيع ولا ما يبيعش والدنيا، وممكن يخسر فرص تدر عليه عائد اكبر في المستقبل من ان هو يفضل محتفظ باسهم. في بعض الناس فاكره ان وارن بافيت عارف حاجه عن المستقبل، ولكن ده مش حقيقي. وارن بافيت كسياسه هو ماشي بمبدا مش انه بيتوقع اللي هيحصل ايه، لا، هو ماشي بسياسه الاستعداد. فرق كبير جدا جدا بينه وبين اي مستثمر تاني بيحاول يتوقع المستقبل، لا، هو بيحاول يستعد للمستقبل. علشان كده بيحاول يجمع السيوله. المبلغ اللي بنتكلم عنه ده 325 مليار دولار، بيحتفظ بيه بشكل سيوله جاهزه للاستثمار في اي وقت واقتناص اي فرصه مناسبه بالنسبه له. عشان كده هو مؤمن جدا بفكره ان انا بدل ما انا بتوقع المستقبل ممكن يكون ايه شكله، لا، انا اجهز للمستقبل. الراجل من الاخر خلاص مش بيخزن الفلوس كده وخلاص، لا، هو عنده فكر وعنده مايند سيت كده بتقول انه انا ده مش وقت شراء، ده وقت ان انا اخزن فلوس عشان وقت ما يكون في صفقه قدامه يدخل يشتري على طول. السؤال اللي انا عايز اقوله لك في نهايه الفيديو، لو انت معاك 325 مليار دولار هتعمل بيها ايه؟ يا ريت تشاركني تحت في الكومنتات، ولو عجبك الفيديو تعملوا لايك وتشاركوا مع حد من اصحابك. ثانك يو فور واتشنج اند سي يو نكست فيديو.